هذه الاحتفالات الرمزية وهذا الاحتفال الضخم الذي سنشهده بعد ساعات، والذي سيكون استعراض عسكري في مستوى التطور الذي بلغه جيشنا الوطني الشعبي، يحمل الكثير من الدلالات. وربما الدلالة الأولى هي تأكيد الالتزام الوطني بالمبادئ النوفمبرية الثابتة، المبادئ التي تتضمن التضحية، نكران الذات، الشرف، حب الوطن وما إلى ذلك من العناوين الكبيرة من أخلاقيات ثورة نوفمبر التي علمتنا كيف نكون رجالا. وبالتالي فإن الرمزية التي تحملها أيضا هذه الاحتفالات بهذه الطريقة هي تأكيد على الالتزام الشخصي والاهتمام الشخصي للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع